كيفاش واحد ما لقاش براسو مارسيل غيلعب في السيتي؟ مع احترامي وتقديري له، انا تدوي على الخبر اللي انتشر دابا اللي معاه في مارسيل تيلعب هو ما لعبش، هو اوباميونغ تا سال الكره وجا لعب في مارسيل تيتولير، وانت في عزك ما لعبتيش في مارسيل. دونك كي غنديروا لها كيفاش غنصدق؟ لان عز عندهم بروبليم دو سالير اللي واقع عليه في جيرونا، لان الصالير ديالو كبير مقارنه مع الامكانيات ديال الفريق، فكان تيحاولوا الترويج، وهذا امر كاين في كره القدم. هما او غادي يحطوا الناس اللي يمكن يحطوا هذاك الفريق باش بعدين وحدين الاخرين يقولوا بلي كاين هذه حنا غادي ممكن، وخاصه خوتنا القراب هنا تيبقى ان بون جوور، ان بون تكنيسيان. نقدر نقول لك على انه غوارديولا بما انه تيبغي الكويريه وتيبغي دوك اللي هذا، ولكن كتبقى كما قلتي امر اللي هو دابا لحد الساعه تكلم معايا انا فيه على حسب الاختيارات اللي كدير السيتي واللي كيدير غوارديولا واللي كيدير شي حاجه اللي هي. وتكلمتي حتى الباساج ديال هذا الوليد كيفاش مشى، حتى الى رجعتي معايا شويه لورا ما كتلقى السيتي غادي يجيب شي واحد اللي هو ما لعبش مارسيل، ماشي ما لعبش، ما كاينش عنده استقرار. هذه وحده لي بليسيور هذا انا كنظن اخويا سي محمد انا الخبر ما شفتوش وما عرفتوش فين نازل. ما عرفت انا شنو هو المنطق اللي اسس به الخبر، هو انه جيرونا ينتمون الى نفس المؤسسه الراعيه للسيتي غادي نعطيك انايا ها جيرونا هي مع سميتو دازوا بزاف ديال اللعابه في جيرونا، ولكن ما عمرك شي واحد توصل من تما للسيتي. مشى السيتي على هما نهار يجيب فودان ودوبران وهالاند ومحراز وزيد ستيرلينغ، وانت غادي واحد عدد كبير ديال اللعابه، راه ما كيجيوش هكا كي قلت، راه خاص يكون اختيارات اللي هي قائمه على بزاف ديال الحوايج. واش السيد غادي يدخل ويتادابط لينا وسط استمراريه الارقام بزاف ديال الحوايج، راه خاصك تدخل وتكون عندك واحد لي بومون. شتي هما كيفاش كيلعبوا النيفو ديال الانجليز، راه اصبح نيفو اللي خاصك تدخل ليه. واش اناحي يعني كيف كنقولوا حنا قادر، حنا شفنا غير الذهاب ديال زياش لما مشى لتشيلسي، حنا كنا قلنا هنا في هذا الراديو قلت لهم كنت مودي الاختيار غادي يكون صعيب عليه، لانه المقومات اللي عند زياش ما غاديش يلقاها، لان تشيلسي ما غاديش يطلب منك ان 10 ولا شي واحد يتلعب ترونكي تبقى تسنى البال، ولا الا مشيتي جبتيها وما ضربتيش وما خديتيهاش، زائد ديك لي ديال اللي كيكونوا تلقى واحد الرقم اللي ساهل، ولا واحد رونالدو فاش بغى مع اليونايتد رجع قال حنا جينا سمان، قال واقيلا، ولكن الوقيته اللي دخل والريتم ما بقاش داكشي اللي خصو يكون. المدرب ولا كيجلسوا وغادي يولي شناء ما بينهم ولا ظهرش شناء. اش درتي؟ صافي حبستي مشيتي للسعوديه، لقيتي معلاش غادي تمشي عاوتاني لواحد النيفو انت فايتهم، ما غاديش يغلبوك لان الديفونسور ديال السعوديه ولا داكشي الاحتراف ما كاينش 100%. الوغ كنت من لاج ديال واقيلا 7 سنين ولا 8 سنين وانت لاعب محترف غادي تكون لا ديفيرونس راه كانت. اذا حنا انت قلت ماشي ضده الله يعاونو، وناحي كيبقى ان بون جوور، انا كيعجبني تبارك الله في كورتو نقيه كيقدر يدير لك لا ديفيرونس، ولكن عاوتاني نخليو هذا المعطى ولا هذا الخبر كي قلت يا سي محمد. احنا عندنا راي، انت تبارك الله لعبتي الكره دابا كتفهم شنو هي وكتتبعها باش نكونوا واضحين. انا نقلب لك الايه دابا اللي معاه في مارسيل تيلعب هو ما لعبش، هو اوباميونغ تا سال الكره وجا لعب في مارسيل تيتولير، وانت في عزك ما لعبتيش في مارسيل. دونك كي غنديروا لها كيفاش ما تقدرش هذه واحد. انا ما عرفتش، انا كنظن هذا خبر فقط ترويجي، لان عز عندهم بروبليم دو سالير اللي واقع عليه في جيرونا، لان الصالير ديالو كبير مقارنه مع الامكانيات ديال الفريق، فكان تيحاولوا الترويج، وهذا امر كاين في كره القدم. هما او غادي يحطوا يمكن يحطوا هذاك الفريق باش بعدين وحدين الاخرين يقولوا بلي كاين هذه حنا غادي ممكن، وخاصه خوتنا القراب هنا تفهم عرفوا وصافي ممكن هادشي ولا قريب دابا صافي، لان عز الدين وناحي ملي غيدير دوزيام كوب دو موند وغيدير كذا ما يقالوش بزاف. لا صافي ديال الصحفي اللي نزل الخبر والصحفي اللي نزل الخبر معروفين كيفاش كيروجوا كيفاش كيديروا الخدمه ديال بعض وكلاء اللاعبين في الاسبان في الاسبان ولكن كاين واحد الصحفي شهير جدا كلشي متبعو دابا معروف هذاك التعبير ديالو الشهير، كيخدم في هذا الشيء بطبيعه الحال. راه هو اللي شد واحد اللاعب مغربي ودار فرقه كبيره وما لعبش، وعاود دار فرقه اخرى مشى ليها في تركيا وكذا، وعاود دار دابا فرقه اخرى في المسائل كيقلبوا له دابا على فرقه، لان كيتصاحب مع لاعبين وكيدير علاقات مع لاشاره شي ما عندهمش عيب هما في اوروبا ديال هذا والمسائل وهذا الشيء ما عندهمش عيب. هذه خدمه يعني كيتسمى انك مستشار تقني ولا تيفون دي سيرفيس، ولا نجحتوا بلاصتي توليك تما راه بالنسبه لي انا راه مزيان. كنقول نوحلو نخليه يوحل فيك وديك الساعه ياك. ولكن دابا كاين مدربين اللي خطار ما تعرفش معاهم منهم
منهم غوارديولا، منهم واحد العدد كبير ديال المدربين ما تدوش عليه. كي فين ما كاين الفلوس كاين اللي ماغوي. واخا يكون راه كتعرف بلي راه تشيلسي مثلا دابا شحال كتجيب ديال اللعابه والمدربين كتغلط. راه جابوا داك الاوكراني توقف على المنشطات ب 120 مليار وما لعبش وغيره وغيره من اللاعبين. دونك راه ماشي في ذاك راه زياش هضرنا عليه اللي ما لعبش، راه جابوه ب 35 مليار. انت اللي غادي تمشي من اجاكس بلاتي تعاود عاوتاني تجي دابا زياد تبغي دير الانتقال يقول لك حتى واحد ما كاين ديك لقيتها من اجاكس. وي راه لعبوا لومبارد غادوي تعطي فيه الفلوس غادي دير لان جاي واحد الفريق ماشي نجم لاسيست كيماركي كيدير. ولكن ما تنساش راه قلناها راه البطوله الهولنديه واللعب ديال هولندا مفتوح بزاف. وملي كتكون ان بون تكنيسيان كدير حاله. وداير راه كاع الفرق ديال سورينام وداك اللي كاينين تما بحال داكشي ديال كيريت وريكار وهذا راه داروا غزاوه اللعابه راه باقي الان دابا تما راهم اللي هازين عاد رمزي ساده من قطر وعاودوا هازين هولندا. اذا لقيت الاختيار ديالو فاش كنت جالس هنا وقالوا تشيلسي ما بغيتش قلت له مودي انا تنظن بانه وفعلا ما نجاش. انا كنت كنهضر بالمنطق ديال الكره كيفاش كنشوف لا فيزيونومي ديال ذاك الوليات وكيفاش كيدير ما تقدرش انه يقدر يدخل يتقاتل لداخل معاهم ويقلب على البارون. سيرتو كتلعب في البالون ديال اخويا سي محمد الناس كورتهم ملي كتصفر الاربيط وهي هي الفوق هي التحت هي في الجناب وعندك لي طاك اللي عندهم هما كيمشي لك في الارض وزياش قادر ولا شتي اش دار بقى بشويه لعبوا لومبارد فرانك اللي هو دابا مع كوفنتري طلع مع كوفنتري. لومبارد اللي كان ابرز اللاعبين في التاريخ ديال تشيلسي هو كوسط ميدان ماشي هو ابرز هداف في التاريخ ديال اللاعبين وسط الميدان هو فرانك لومبارد. ولكن ملي جا توخيل كنا عارفينه ما غيلعبش لان فرانك لومبارد كان شويه عاطفي وتوخيل الماني ستريكت عنده واحد الفكر معين فما لعبش حكيم زياش. الجميل اللي وقع له هو ان هذاك تشيلسي دايرين واحد البورتاي ديال في السيت ديالهم بالعربيه فبداو المغاربه تيبغيو زياش بداو كيكتبوا لهم العنصريه كذا وهذا كاين دوك الناس مكلفين بالصفحات تشيلسي وصلوا داك الشيء لتوخيل قالوا دير المغاربه تيديروا هذا اللعاب. جا في واحد الكونفيرونس كينقلوها هما في السيت قال لهم ودي بغيت نقول للمغاربه راه انا ما تنفهمش كره وهما فاهمين ولكن هادشي اللي عطا الله راه انا اللي كندخل قالها في المباشر راه انا اللي تندخل اللاعبين. هذا هو اللي وقع. نتمنوا خير العز ديال أناحي باش نستفاد حنا هضرنا تقنيا لكن اي حاجه تقدر توقع في كره القدم يعني سي بوسيبل اي حاجه سورتو دابا في العصر اللي حنا فيه كلشي ممكن. كانسيلو عاود رجع من السعوديه لبرشلونه الى اخره. دونك مساله راتشفورد ماشي في احسن حالاته وجا مثلا الاف سي برشلونه ماشي اتونسيون راه كان كيتعدى في يونيتد واحد الوقيته وما لعبش راه ما جاش بلاصه كيديروا رجع اصلا فيلا مشى اصلا فيلا كي قلتي انت وهو في الاخر شكون اللي يقول من اصلا فيلا تجي لواحد الفريق بارسا وحتى الاختيار بارسا كنقول لك كيجي لها واحد اللاعب اللي كيلعب ما عمرك ما تخممش واحد عنده الاختراقات داكشي ديال نمشي نقصد وكندير وها هو كاين. هو كان كيقلب هانز فليك على لعاب بوليفالون في لاطاك اللي تيلعب اون بوانت وفي الجناب وعنده الاختراقات وبما انهم عندهم بروبليم ديال الفلوس فكان هو الحل الوحيد هو تجي واحد بريتي ديك الطريقه. انا كنظن بانه كيقدم راه قلت لكم ذاك النهار كيدير ماتشات مزيانين. وي هو كيبقى لاعب مزيان غير هو مورالمون صعيب شويه ولكن في الغالب غيرجع راتشفورد دعا واحد المره المصري فالمصري كيدخل في الصفحات ديال مانشستر وكيتسبوا تيتنمر عليه. فاذا بالمصري واحد المره كتوقف عليه دعوه مكتب ديالو المحاميين ديال انجلترا دار الانتداب لمكتب المحاميين في مصر ودعاو ذاك المصري اللي كان كيعايروا لان كانت كترجم له الكلمات اللي كتبوا ليه فملي شافهم هو ما تقبلهاش ودعاه وقيامه باش تسمح ليه وتدخلات وهذا باش نتفهم راه ماشي كلشي كيسمح في حقه كيسمح في ليماج ديالو. شفتوا يا اخويا سي محمد هادي بروفيسيونيل. نسمعوا الاراء ديال الناس اللي معنا واش كاين اللي ما يتفقش كاين اللي يتفق معنا بعز الدين أناحي كاين اللي غيعجبو كاين اللي عزيز عليه عارف ان الجمهور المغربي عزيز عليه اللاعبين المنتخب لما لا نسمعوا الناس كيقولوا. كاين واحد صديق هشام